هو انتوا اتجوزتوا جوازه مهلبيه بالجيلي ولا متجوزين جوازه عماره باساسات؟ انا بلاحظ ان كتير جدا من اللي بيبقى عندهم طلاقات ما بين 2 و3 كانوا يعرفوا بعض بقالهم 4-5 سنين ومخطوبين 2 ومفيش 2 جواز والمشاكل ابتدت تطلع ونسب الطلاق ابتدت تعلى. حد فيكم فكر في ايه السبب؟ نسبه كبيره من فترات الخطوبه هي فتره تعارف، خروج، هدايا، خناقاتنا على انك ما خرجتنيش، خناقاتنا على انك ما جبتليش هديه، ما جبتش لمامتي هديه، ما جيتش معايا، ما رحتش معايا، طب هنجيب الغساله منين، طب النجف منين، طب المهر كام، طب هنعمل الفرح فين، طب الفستان فين. مفيش اهتمام بان انا اعرف الشخص اللي قدامي. عشان كده الجوازه الاولانيه دي جالي بمهلبيه هتبوظ وتميمي مننا بعد يومين. لكن الجوازه اللي على اسس سليمه هي اللي فيها بشوف الشخص اللي قدامي طباعه ايه، طريقته ايه، بيختلف ازاي، بيتفق ازاي، طموحه المستقبل وشكله ازاي. عايزين جوازه تطول يا مخطوبين؟ ركزوا في الاساسات، ما تبصوش على الجيلي بالمهلبيه. وده رايي في الموضوع، انتوا رايكم ايه؟